أننا نعتبر كل ما يجري اليوم في العراق من قبل إيران وعملائها وميليشياتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية تتحمل كامل مسؤوليته الإدارة الأمريكية إن لم تتحرك لإنقاذ العراق وشعبه من الهيمنة والسيطرة والاحتلال الإيراني وإيقاف نزيف الدم والهدم والحرق والتدمير والتغيير الديموغرافي. وإلى مزيد من الصمود والتصعيد والمجابهة والمواجهة يا أبناء العراق ويا فرسان المقاومة أن لم يصطفوا مع جبهة العرب القتالية تحت راية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستحرقهم نار الفرس عاجلا أم آجلا، وسيلعنهم الله والتاريخ ويلعنهم اللاعنون. ففي اليمن طريقين لطرد الفرس وتحريره لا ثالث لهما. الطريق الأول والأسلم والأسرع هو إجبار إيران وعملائها دوليا على الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن ذات الشأن وإلى مخرجات الحوار الوطني وفي ظل الحكومة الشرعية الوطنية وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي. والمسار الثاني تصعيد مطاردة عملاء إيران وإنهاء كل قدراتهم وإمكاناتهم